احلى حاجه في اليوم تصحى بدري، تنقي نوع القهوه اللي انت هتشربه، وتنقي الاداه اللي انت هتشرب بيها القهوه. الموضوع ده بيفرق جدا في يومك. تصحى الصبح تحس ان انت مش متلهوج، مش عايز تجري وخلاص، لا انت فايق ورايق. تطحن قهوتك على الطحنه المظبوطه اللي تطلع معاك احلى طعم للاداه اللي انت هتستخدمها. فرنش بريس من الادوات اللي ناس كتير ظلماها وبتقول عليها بتطلع قهوه خفيفه، مع ان يا جماعه الفرنش بريس دي بتطلع عصير من القهوه، بتطلع احلى حاجه ممكن تشربها فعلا من القهوه. حط القهوه بتاعتك، اظبط درجه حراره الميه، ما تستعجلش وانت بتعمل قهوتك. سيبها تستخلص كل اللي فيها بشكل سليم. مش هقولك اوزن القهوة واعملها بطريقة احترافية، الكلام ده كله مهم، بس في بعض الأحيان انت خلاص بتبقى عارف انت بتعمل قهوتك بمقادير عاملة ازاي. ريحة القهوة ما تقلش أهمية عن طعم القهوة. الوقت اللي انت بتحضره في القهوة أو الوقت اللي انت بتستمتع فيه وانت بتعمل القهوة ما يقلش أهمية عن وقت شربك للقهوة. صدقني ده نص الفوقان. بعد ما تخلص كده قهوتك وتبقى قهوتك جاهزة على الشرب، صدقني يومك هيختلف. طاقتك هتبقى أعلى، يومك وتعاملك مع الناس هيبقى أحلى بكتير. اشربوا قهوتكم، حبوا قهوتكم، وصباح الفل عليكم.